بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم لقناة سلام الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة، متمنيا لكم أينما كنتم داخل الوطن الأسير وخارج الصحة والعافية، كما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والخلفاء الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حلقة اليوم مشاهدي الكريم ستكون تحت عنوان شعراء خدموا اللغة العربية فخلدت أسماؤهم، وسأتحدث اليوم عن الشاعر الكبير الأستاذ عبد القادر حقوس محمد الجبرتي رحمة الله عليه، الذي وافته المنية في عام 2018 بجمهورية مصر العربية، تحديدا مدينة القاهرة، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. وإن شاء الله هذه الحلقة والحلقة التي تليها إن شاء الله ستكون عن تاريخ وسرد بعض المعلومات والمحطات الهامة في حياة الشاعر، وستكون في حلقتين كما قلت، وكل حلقة سأتحدث عن جزء من مناقبه وسيرته الذاتية وما دار بيننا من حديث قبل وفاته بأيام رحمة الله عليه، ثم ندلف إلى شيء من حصاده الشعري ونقرأ لكم جانبا منه. لكن قبل هذا وذاك، أولا أترحم عليه وعلى كل أمة الإسلام، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا رب. قبل أن أدلف إلى حلقة اليوم، دعوني أولا باسمكم جميعا أشكر الإدارة الفنية في شبكة سلام والجهات المسؤولة التي وافتني برسالة بعث بها أحد المشاهدين إلى فضيلة الشيخ برهان سعيد. أشكر الإدارة على موافاتها لي الرسالة، وأنا سأقرأ الرسالة كما هي، وهذا دليل على أنه هناك متابعة والحمد لله يعني للبرنامج، وتأكيدا للتفاعلية. أنا سأقرأ الملاحظات التي أبداها المشاهد الكريم أو المشاهدة الكريمة مع الشكر الجزيل. هي وصلتني هكذا. يقول المتابع الشيخ برهان: السلام عليكم، استمعت إلى برنامج مع اللغة العربية الذي يقدمه الأخ أحمد شريف، ولفت نظري ما يلي: هي الآجرومية وليس الأجرومية كما نطقها. يقول المتابع مشكورا، يقول الأخ شريف نطقها الأجرومية، ولكن الصحيح هي الآجرومية، له الشكر. وفي الآجرومية لم تذكر الكلمة كما يقول المتابع، وإنما ذكر الكلام، وابن مالك في ألفيته هو من ذكر الكلمة فقال: وكلمة كلام بها قد يؤم، بمعنى أن الكلام قد يعبر عنه بكلمة، وتعريف الكلمة في الآجرومية هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وليس أو يقول: ونسي الأستاذ أحمد شريف شرط المفيد فأسقطها من التعريف نسيانا، فقد يكون الكلام مركبا ولكن لا يكون مفيدا، كقولك إذا حضر الأستاذ، كلام ليس مفيد. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وأرى الأخ أحمد دخل في معاني المفردات، وإذا كان البرنامج تعليميا فأعتقد من الأفضل أن يقتصر على النحو. وعندما استهل الأخ أحمد درسه بتعريف الكلام من الآجرومية حسبت أنها المادة التعليمية، ولكنه ذكر تعريف الكلام وأقسامه، وقبل أن يشرح التعريف وشرحه مهم انتقل إلى حرف، فحتى من حيث هي حرف وعملها ودلالاتها، وهذا يشوش كما يقول على المتعلم الإريتري وهو المقصود من البرنامج، ويجعله ينفر من اللغة. فيا حبذا لو تنبهته أو نبهته، يقول لفضيلة الشيخ برهان سعيد، حتى يحبب اللغة إلى المتعلم الإريتري ولا يتشعب به. هذا ما ورد حرفيا كما قرأته. وأنا رددت على الإدارة: هذا كلام في غاية الأهمية،
وأشكره على الملاحظة كما أشكركم على الإفادة، وأحمد الله على المتابعة. وسأشير إلى ملاحظاتي في الحلقة المقبلة اللي هي هذا ما أشرت إليه. أنا باسم كل المشاهدين أتقدم له بوافر الشكر والتقدير، ولن أعلق، لكن علينا أن نأخذ ملاحظاته في الاعتبار. وجزاك الله كل خير أيها المشاهد الكريم أو المشاهدة الكريمة. الآن نأتي إلى السيرة الذاتية لشاعرنا الكبير الأستاذ عبد القادر محمد حقوس الجبرتي رحمة الله عليه، وهو شاعر ومربي جليل أفنى حياته كلها في التعليم، درس ودرس إلى آخر لحظة في حياته، كتب، قرأ فكتب، وتعلم فعلم. السيرة الذاتية تقول لشاعرنا الكبير الأستاذ عبد القادر: ولد في مدينة كرم عام 1930 وتوفي عام 2018، يعني عاش من العمر 88 عاما. ولكن في حديثه معي، وكانت مع الأسف الشديد قبل أيام من وفاته وسأذكر ذلك، قال لي أنه تجاوز 90. دراسته الأولى حفظ فيها شيئا من القرآن الكريم، ثم درس في المعهد الدين الإسلامي بأسمرة، ثم ذهب إلى السودان والتحق بمعهد أم درمان الديني، ثم هاجر إلى مصر والتحق بالأزهر الشريف وحصل على الشهادتين الابتدائية والثانوية. أنا أقرأ سيرته الذاتية كما كتبها في كتابه من عصارة الفؤاد إلى طريق المعرفة والإرشاد بين الإنسان والحياة، بقلم الأستاذ المربي الجليل الشاعر عبد القادر حقوس محمد الجبرتي. ويقول في دراسته الجامعية: حصل على درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية سنة 1966 من جامعة القاهرة كلية دار العلوم، ثم حصل على دبلوم من معهد الدراسات الإسلامية عام 1975. نشاطه في فترة الدراسة كان واحدا من مؤسسي نادي الطلاب الإريتريين بالقاهرة عام 1952، ومثل الطلاب الإريتريين في مؤتمر الشباب الديمقراطي العالمي 1957 بموسكو في المهرجان السادس، وكان عضوا في الرابطة الإفريقية بالقاهرة من العام 57 وحتى العام 1966، وكان يمارس أنشطته في الحقل الثقافي والاجتماعي. فيما يتعلق بعمله، عمل مدرسا لمادة اللغة العربية لمدة 25 عاما بالمملكة العربية السعودية. صدر له عدة مؤلفات، كتب في التاريخ، منها صلة النسب والقرابة بين أهل الحبشة وبعض الصحابة، تاريخ عن الجبرتة والجبرتيين، أبو الشهداء الزعيم الوطني عبد القادر كبيري في كتابين، تحديات ومواقف لسماحة مفتي الديار الإريترية السابق صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر رحمه الله، العالم الفقيه الشيخ داود ابن أحمد ابن عبد الوهاب الجبرتي، إريتريا وصفحات من تاريخها. وفيما يتعلق بالكتب الإسلامية التي صدرت له، قبسات ولمحات من سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم مع وصف صفاته بالكلمات. كذلك الإسلام دين يدعو إلى الحق والخير والإحسان، أيضا الإسلام ما يزال بخير. كذلك دور حركة الطلاب لأبناء إريتريا بالقاهرة من عام 51 وحتى عام 1966 وما بعده، وله أكثر من 6 دواوين شعرية، كتاب لمجموعة من المؤلفين عن الجبرتة باسم وثائق وحقائق وقواعد أساسية في اللغة العربية، وكذلك كتاب معلم القراءة والكتابة للناشئين ولمحو الأمية، وكتاب عن قائد الثورة الإريترية الزعيم حامد إدريس عواتي، وهناك بحوث عديدة. وأخيرا الكتاب الذي بين يديك كما يقول هذا الكتاب. وقد أهدى، يعني أنا أتشرف أن أقرأ الإهداء، يقول: إلى الرسول الأعظم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله،
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى الذين قدموا ويقدمون الأعمال الجليلة المفيدة النافعة من أجل تطور الإنسان وتقدمه وسعادته في كل زمان ومكان، إلى كل من يحاول جاهدا بالبحث والفكر والطموح والطرح كما ينبغي أن يكون، إليهم جميعا التحيات والإجلال. عبد القادر حقوس محمد الجبرتي. هذا الإهداء أهداه كما قرأت الإهداء. وفي هذا الكتاب عزيز المشاهد مقدمة وفيها كثير من الموضوعات التي تطرق إليها، ربما يعني يحتوي أكثر من 20 موضوعا في مختلف المجالات والقضايا، وكذلك ملحقات، وأيضا فيه دعاء ختامي وكلمة الختام. كان ذلك في العام 2013 بالقاهرة. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، لا زلتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 37 في برنامج مع اللغة العربية. ويأتيكم عنوان الحلقة اليوم: شعراء عشقوا اللغة العربية فخلدت أسماؤهم. وأتحدث عن الشاعر عبد القادر حقوس محمد الجبرتي. عزيزي المشاهد، أنا التقيت بالقاهرة عام 2018 قبل أيام بوفاته رحمة الله عليه، وكان يمكن آخر لقاء إعلامي لفضيلته والمعلم الجليل. كان في ذلك اللقاء لصالح إذاعة إرنا الدولية في باريس. عملت معه تقريبا 3 حلقات تحدث عن سيرته الذاتية كما ورد هنا، وفيها تفاصيل وحاحكي عنها شوية. ولم يقرأ من شعره لأنه الوقت ذاك وكان يعني ممنوع أن يقرأ بأوامر من الأطباء، وممنوع أن يكتب في ذلك الوقت، لكن كان حاضر، ذهنه حاضر، وقد أكرمني بارك الله فيه في منزله العامر بحي العباسية بالقاهرة. التقيته يوم الأربعاء وأذكر ذلك اليوم جيدا رحمة الله عليه، وتوفي يوم الأحد مأسوفا عليه. يعني هذه الوفاة هزتني من الأعماق رحمة الله عليه، ولكن الأعمار بيد الله. كما قلت التقيته في حي العباسية الشهير بمنزله، وكان منزله قبلة كل أديب وشاعر وإعلامي يأتي إلى القاهرة، وكذلك في العلاقات الإنسانية يعني كان بيته منزلا عامرا. إذاعة إرنا كما قلت كانت آخر وسيلة إعلامية تحدث إليها الراحل، حيث كان اللقاء قبل أيام من وفاته رحمة الله عليه. استعرض في اللقاء معي مشوار 9 عقود من عمري ومحطات هامة في حياته، سواء كان في إريتريا، في جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، ثم العودة إلى القاهرة. ودائما هو كان يتأسف إنه كلها 20 عاما أو 22 سنة في إريتريا، وكانت فترة طفولة وشباب، لكن في مرحلة الوعي والنضج والتشكل لم يشهد إريتريا. كان يزورها لماما، سواء كان في فترة الدرج وما بعد 91. ولكن كان كل يعني زهو علمه وإمكاناته المعرفية والعلمية كلها كانت مع الأسف الشديد. وكما تأسف هو يعني، وأنا قلت له يعني ما الحكمة التي خرجت بها، أو ماذا أخذت منك الحياة وماذا أعطت؟ فكان عنده في حسرة في جواه، بيقول لي أنا لم أعش حياتي في وطني كما كنت أتمنى يعني. وتحدث عن ما تعيشه إريتريا، حديث العلماء والشعراء والمربين الكبار، وقال ما يحز في نفسه أنه أولا لم يعد، وكان عنده مشروع حلم أن ينشئ مدرسة، والله قال هكذا، لكن قال لما شفت أنه في مجموعة سبقوني أن تقدموا بأن يفتتحوا مدارس خاصة بهم ورفضت
تلك الطلبات، فعكفت عن تقديم الطلب. لكن في جواي قال كان هدفي الوحيد إنه أرجع البلد وأؤسس مدرسة للغة العربية. خرج من إريتريا كما ذكر لي عام 1948، وصل إلى السودان ثم انتقل مباشرة، يعني وعمره 22-23 كما قال، إلى جمهورية مصر العربية. وقال إنه دخل السودان للمشاركة في وفاة السيد جعفر المرغني رحمة الله عليه، وهو قال أنا رجل أنتمي إلى الفكر الصوفي، وأنا رجل ختمي، وكمان خليفة. قال لي في الفترة الأخيرة أنا خليفة، يعني قال لي ورجل مادح، ورجل يعني كان عالم بأمور دينه كويس يعني، ورجل متفقه في دينه وقارئ القرآن وصاحب اللغة والمعلم الكبير. وقال أنا مما أذكر في أسمرة، هو دخل القاهرة سنة 48، السودان ما قعد فيه كثير. يقول إنه في أسمرة احتفلوا كشباب، كرابطة الشبان المسلمين، باستقلال باكستان عام 1947. كان احتفال بهيج بيقول في أسمرة، ولذلك الموقف موقف باكستان الناس كانت عارفاه، وغواتيمالا وغيرها من الدول التي وقفت إلى حق الشعب الإريتري. دخل القاهرة في عهد الملك فاروق ابن الملك فؤاد يعني. وقال إنه من الحاجات اللي يذكرها إنه تخيل شوف المستعمرين، على الرغم من أننا نحن نجلد الاستعمار دائما، الاستعمار بالذات الاستعمار الأوروبي يعني، ولو قارنا الاستعمار الأوروبي بالاستعمار الأسود اللي عندنا، يعني وجه المقارنة بعيد جدا جدا. وأنا زي ما قلت في واحدة من الحلقات في يوم من الأيام، يعني بتصرف قلت الشاعر قال إنه ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فقلت ألا ليت الطليان يعود يوما فأخبره بما فعل الربيب. يعني إريتريا في زمن الاستعمار الإيطالي بكل حاجات الاستعمار كانت إريتريا يعني قبلة بتاعت صناعة وعمارة وحدث ولا حرج. وقبل كم يوم كده اطلعت على مقال نشرها البروفيسور جلال الدين محمد صالح، أنا أحيي من هنا، في ديجيتال موفمنت، في موقع كده على الواتساب. قال الشركات الإيطالية التي كانت في أسمرة حتى عام 1975 إلا ما أكون مخطئ، وقدم كمية من أسماء الشركات فقط في أسمرة هذا وصلت 120 أعتقد 124 شركة في مختلف المجالات، وهذا ليس محله. لكن بالتزامن مع ذلك خرجت إيطاليا مهزومة في الحرب العالمية الثانية، فالسفارة الإيطالية في القاهرة، ونحن نتحدث عن السيرة العطرة لشيخنا عبد القادر حقوس الجبرتي، قالوا أن السفارة الإيطالية في القاهرة أجرت لطلاب مستعمراتها في القاهرة سكن، وهي ليبيا وإريتريا والصومال. وكان السكن في عمارة قال فخمة وجميلة بجوار القلعة الشهيرة في القاهرة. يعني سبحان الله، يعني حتى الطلاب الذين وفدوا إلى القاهرة السفارة الإيطالية مؤجرة لهم سكن ومرتاحين. قال يعني من زملاء أنا سألته من زملائه في الدراسة، ذكر كمية من الأسماء وأنا يشرفني أذكرها، والراحلين منهم معظمهم توفوا رحمة الله عليهم. قال من زملاء الدراسة مفتي الديار الإريترية الأسبق فضيلة الشيخ الأمين عثمان الأمين، والأستاذ عبد الصمد آدم، وكذلك الأستاذ آدم حاج حامد، والأستاذ عمر إسماعيل، والأستاذ محمد أحمد. وقال أيضا الأستاذ محمد شريف كان شيخ الرواق في الأزهر. قال أول بعثة إريترية وصلت إلى القاهرة بعثة أزهرية ابتعثها وكتب
رسالتها الشيخ مصطفى غرابي. هؤلاء الناس قال المبتعثين أكملوا الثانوية في إريتريا في المدرسة الإسلامية، والتحقوا بالثانوية في أسيوط. منهم قال ذكر البروفيسور صافي إمام موسى رحمة الله عليه، وكذلك بازرعة، وواحد من أسرة كبيرة أعتقد يمكن ربما يكون جمال رحمة الله عليه، وأحمد بدوي، وكان عددهم قال حوالي 9 إلى 10. الأستاذ الفاضل الشاعر الكبير عبد القادر حقوس الجبرتي تخصص في العلوم الإسلامية واللغة العربية، وتخرج من كلية دار العلوم بالقاهرة عام 66 كما ذكرنا في السيرة. كان يسجل زيارات ميدانية إلى بلده، وأخيرا استقر بالمملكة العربية السعودية حتى يكون قريب من البلد. هو قال كان عنده حلم إنه يشارك في تعريب الجزائر. كان الرجل مهموم برسالة اللغة العربية رحمة الله عليه. فقال أنا طرحت الفكرة لأخواني رحمة الله عليهم، فأخوه واحد قال له لا، احنا ما دايرين انك تمشي بعيد يا فضيلة الأستاذ العالم، خليك قريب مننا بالمملكة العربية السعودية. أعتقد كان بالمملكة. فقال دائما كان عندي إحساس إنه يا ريت لو كنت قدمت شيئا لتعريب الجزائر بعد ما خرج من الاستعمار الفرنسي، لكن شاءت الأقدار قال، وخلاص بعدين دخلنا في النظام السعودي وانخرطنا وبقينا جزء من التركيبة السعودية. 25 عام في حقل التعليم ليس أمرا سهلا، ربع قرن. كما قلت دخل السودان سنة 67 وطلع منها 68. ما قعد في السودان كثير. زار إريتريا في فترة الاستعمار الإثيوبي سنة 83 و86 و89. يعني في هذه الفترات زار بشكل متتالي. لكن بعد 91 برضو زار البلد لمدة 3 أو 4 مرات. وقال قلت أنا سألته قلت له لماذا لم تفكر في الاستقرار في البلد؟ قال أنا اتجاه البلد ما عجبني. قال جيت وقيمت في زياراتي وقلت في مشكلة يعني، ولذلك ما فضلت إنه أجلس وآثرت أرجع للمملكة. بيقول إنه كان عندنا أمل كبير بعد 91 إنه البلد تتطور اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعلميا، ولكن تنكبت إريتريا الطريق بفعل المجموعة الحاكمة. وأثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية كان رئيسا للجالية، وقال كنا نستقبل سياس كرئيس للجالية، وكثير من المرات كنت أحاول أنا ألتقي به وداير أسدي إليه النصح قال كده، لكن المجموعة اللي حواليه ما كان يخلونا نقرب منه كثير. يعني نستقبله في المطار وأهلا بكم وكده يقول لنا ونسلم عليهم بعيد هنا، فما أدونا فيه طريق عشان أقول له النصيحة كنصيحة زول، يعني زول مربي، إنه وده يحس فيني أو هذه مسؤولية يتحملوها الناس اللي كانوا حوله. قال أفنى 25 عاما بالتمام والكمال بالمملكة، ولا لم يندم على أنه درس بالمملكة العربية السعودية. قال لأنه بلاد الحرمين وقريبة من بلدي، وكان عندي الأمل أنه أرجع وقريب من أخواني، والناس المملكة ناس طيبين، على الرغم من في الجانب الإداري الجانب التربوي كان لم يكن هنالك عدلا في مجال التربية والتعليم والتعامل معهم كمعلمين، إلى أن قال أنا هجوت. قال هجوت عنده قصيدة فيها هجاء للإدارة التعليمية، يعني 25 عاما ولم يترقى، لم يمشي فوق، حتى في الرواتب، حتى في أشياء كثيرة. قال إنه لم يكن هناك عدل في الجانب الإداري، ولذلك قال هجوت الجانب التعليمي في الإداري في المملكة. وقرأ لي أبيات من ما قدر يتذكر القصيدة كلها، لكن قال ما أنسى منه تنفست، يعني قال بعد ما وأنا بالمملكة. قال أعزائي الوحيد، قال أنه يعني وأنا بالمملكة
يعني كنت بجد يعني طلاب الذين درستهم بالمملكة في المرحلة الكاملة الذي يدرس بها، وبعدين بلاقي قال جزء منهم ضباط، وجزء منهم أطباء، وجزء منهم مسؤولين كبار. ومرات لما أكون ماشي أتلقى خدمة كده وبتاع، وأكون واقف في الصف ولا حاجة، فيأتيني واحد من طلابي يقول لي أستاذ تفضل. هذه كان شوية متنفس بالنسبة لي، ما تعرفنا لكن نحن عرفك أنت أستاذنا درستنا وكده. فقال ده كان بالنسبة لي يريحني كثيرا. كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، كان يود افتتاح مدرسة في إريتريا أن تكون 30% من طلاب المدرسة لأبناء الشهداء بالمجان، لكن قال المتابعة لما آلت إليه طلبات كثير من زملائه وأقرانه صرف النظر عن ذلك، وذكر بأنه ساهم وشارك في دعم مدرسة الضياء الإسلامية في أخريا لمؤسسها الأستاذ محمد بشير رحمة الله عليه. كذلك يقول إنه عدد هائل كان وقف مع الأستاذ محمد بشير رحمة الله عليه، ولكن أكبر على أنه الأستاذ محمد بشير تحمل أعباء ذلك التأسيس إلى أن ترسخت أقدام المدرسة، ولكن جرى عليها. وفي زمن الاستعمار إنه ما قدر يشيلوها منه، أخذته الطغمة الحاكمة اليوم. وتاريخ مدرسة الضياء وللشهيد عمنا موسى محمد نور رحمة الله عليه، وعلى كل الراحلين الذين استشهدوا ورحلوا والمسجونين في الكفاح عن مدرسة الضياء الإسلامية في أخريا في أسمرة. وأنا أجري معه اللقاء فقلت له بمن تأثرت والقراءات وهكذا، فقرأ لي مقالة النفس العالية عن النفس العالية لمصطفى لطفي المنفلوطي، وقرأها يعني بمتعة يعني لأنه هو معلم يعني. فقال يعني حسب المرء من الجمال أن يكون شريف النفس مستقيم الخطة، لا يتلون ولا يداهن ولا يملو، وأن تكون نفسه نقية بيضاء غير ملوثة بأدران الرذائل والعيوب. يعني وسرد وتحدث قال النفس العالية هذه، وكان رجلا ذا نفس عالية، شاعر ورجل معلم ومربي كبير يعني. وقال أيضا قرأ لي من مقولة ومقطع كذلك لكمال الشناوي، وتوقف في كتاب نهج البلاغة للإمام الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أنه كان يحضر محاضرات للدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وكان يتحدث دائما طه حسين بيقول عن ديمقراطية الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفي ندواته الكثيرة، ويقول وأنا أسأله عن الحكمة التي خرج بها من الحياة. أنا والله وأنا قبل وأعد لهذا البرنامج رجعت إلى الحلقات الثلاث التي أدعتها قبل فترة يعني في صالح إيرينا الدولية 2018، فقبل 4 سنوات. فلما سألته ما الحكمة التي خرجت بها من الحياة، ذكر وردت عبارة بقية أيامنا من العمر. سبحان الله، الإنسان يبدو لي الناس لا تتنبه، لكن هو الإنسان ده قبل ما يرحل يعلن عن حاجات يبدو. والله وأنا أستمع للمقابلة إذاعيا توقفت عنده بقية أيامنا من العمر، قال هكذا وتوفي بعد أيام من حديثه يعني. وسألته ما الحكمة التي خرجت بها من الحياة بعد أن قال بقية أيامنا من العمر؟ قال خرجت بجملة من الأشياء، أولها الصبر، كان الصبر في مواقف عدة، ورجل عايش حياته كلها في الغربة. قال أنا حياتي كلها أنا رجل مغترب وجواي جرح لم يندمل بعد، حياتي كلها يعني 20 سنة 70 سنة هو في المنفى. لعن الله الظالمين والذين تسببوا في
من المستعمرين القدامى والمستعمرين الجدد. قال كذلك تعلمت من الحياة التريث، وقال الصبر غير التريث، وكذلك تعلمت الرزانة قال والاستقامة في الحياة، وهي كلها صفات بتاعت معلمين أجلاء كبار وشعراء كذلك. سألته لو عادت بك الأيام إلى الوراء عمل لما أقبلت عليه لو المسائل بالأماني، قال لا أستطيع أن أقول، لأنه قال الحياة مليئة بالمتناقضات يعني. وعن شخصيات في حياته، ونحن اقتربنا من الجزء الأول في هذه الحلقة عزيز المشاهد، في شخصيات كبيرة في حياته قال على رأسهم يأتي الشهيد الزعيم عبد القادر كبيرة رحمة الله عليه، حيث قال حيث كنت تلميذا له قال عاش معه وله صلة قرابة به. ويعني شخصية عبد القادر كبيرة قال أنا تأثرت بها أيما تأثر، وفي كل المجالات كان كبير كاسمه يعني. إلى أن وصل إلى قنصل إيطاليا كان في اليمن، وكان شخصية يعني لها مكانته في المجتمع، وشخصية كبيرة إن شاء الله يوم كذا نجي ونتحدث عنه بإذن الله في هذه الحلقة دوره. والله يكفينا إنه نقدم خطابه الذي قدمه في المظاهرة الكبرى التي شهدتها العاصمة الإريترية أسمر أعتقد سنة 47 قبيل وفاته واغتياله شهيدا من أيدي الطغمة المتربصة بالوطن دوما على مدى التاريخ. والله الخطاب الذي قدمه للجماهير في العاصمة الإريترية أسمرة يكفي أن نقف في ذلك الخطاب التاريخي الكبير. من الشخصيات التي تأثر بها شاعرنا الكبير عبد القادر حقوس الجبرتي قال شخصية جمال عبد الناصر، لأنه هو دخل مصر في العهد الملكي ثم آلت 52 مصر إلى العهد الناصري كله عاشوا إلى هذا العهد الذي تعيشه أم الدنيا. بيقول عن شخصية عبد الناصر حقق له بالنسبة له، قال بالنسبة لجيلنا حقق لنا جمال عبد الناصر حياة ما كنا نحلم بها. يعني هو يكبر أنه تأميم قناة السويس وبناء السد العالي والحرية في التعليم وهكذا، فهو يكبر ذلك الرجل، ويقول أنه تأثر كذلك بعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والعقاد يعجب كان بالعقاد في عبقرياته ويراه المفكر الكبير، وتأثر بأحمد أمين والمنفلوطي ومصطفى كامل. سألته عن صالون العقاد لأنه كان هو معجب به، هل كان يدخل صالون العقاد؟ قال لا، ضحك كذا شوية رحمة الله عليه، قال صالون العقاد لم يدخله إلا الكبار والشخصيات الكبيرة يأتون إلى الصالون، ونحن كطلبة كنا نأتي إلى الصالون ولكن لا نجد مكانا نجلس فيه، فمن بعيد نتفرج ونسمع وهكذا. أنا سأتوقف هنا عزيزي المشاهد في فاصل، ونكون كده سردنا جانبا من حياتي، وفي الحلقة المقبلة سأكمل معكم ما جاء في حيثيات اللقاء مع شاعرنا الكبير والمربي الجليل عبد القادر حقوس محمد الجبرتي. فاصل قصير عزيزي المشاهد ونعود إلى قراءة شيء من شعره، فكونوا معنا سادتي المشاهدين. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم والعود أحمد. الآن سأقرأ عليكم من هذا الحصاد، حصاد حول تجربتي أو تجارب الشعرية للشاعر الكبير الأستاذ عبد القادر حقوس محمد الجبرتي. في هذا الديوان وله 6 دواوين شعرية أهدانيه أول هذا
الحصاد أهداني إياه، والكتاب الذي قرأت منه، وفي كتابين آخرين. في هذا الحصاد، حصاد الشعر، أهداه إلى أبيه. قال: إلى أبي البار الذي علمني الشيء الكثير، إليك أهدي هذا الديوان، وما زلت أتذكر نصائحك، وكأنه فيض يتسامى من منبعه في كل يوم جديد. عبد القادر حقوس. يعني شوف الكلام ده مرتب كيف، يعني مختصر لكن في الصميم. في هذا الديوان عدد من الفصول، انطباعات من مشوار حياته، ومن نوافذ الحاضر التي أطل منه على الحياة، وقد مرت به صور مختلفة. وفي تقدمته يقول: إليك أيها القارئ الكريم هذا الديوان، والذي يعتبر مكملا لما أصدرته من عدة دواوين وبأسماء مختلفة، أولها من برج الوحدة، وأخيرا إن لم يكن آخرا هذا الديوان الذي بين يديك تحت عنوان الحصاد. وهو بخلاف أخواته لأنه يتناول بدءا من أيام مهد الطفولة، كل ذلك كتبه بالشعر، بالإضافة إلى المعاناة والتجارب في أزمان متباينة، والذي كان له أثرا واضحا في مضمون تجاربي في الحياة. فعلا الديوان به كثير من الأشياء ذات أهمية. دعوني الآن أقرأ لكم شيئا من أيام من مهد الطفولة، كما أخبرني والدي يرحمه الله. يعني من حديث الوالد سرده شعرا، وهذا يدل على أن الشاعر كان متمكنا. يعني بيقول عفوا: في الولادة أضاء وليد لأم حنون، وولى سقام على ما نود، فرحب بطفل بخير أتى، وودع شكوكا مضى وبعد، وإنك يا طفل وافيتنا بتلك المباهج وأخرى أشد، وندعو الإله له بالمديد ليبعد عنه داء الحسد. وبعدين دخل في السماية العقيقة: سموه بعافى سنينا طويلة، وما ألف ذاك طول الأبد، أبوه دعاه وما أجمله، وحب الوليد لما قد ورد، وحل في نفسه سرورا بدا سيبقى دواما لهذا الولد. ثم يتحدث عن الطهورة، عن الختان والنشأة وتميزه للأشياء أو تمييزه للأشياء، وحياة الصبا، حتى يقول في حياة الصبا: حياة الصبا رعى الله الصبا، تفوق السنين إذا ما احتشد، إلى أن وصلت ولكن بجد شبابا تجافى العنا والنكد، وجد في سعيه وانبرى لنيل المعالي ما قد أخذ. يعني كلام جميل. ويتحدث عن حفظه للقرآن الكريم، ومما وعاه في الذاكرة. يقول في حفظ القرآن الكريم: تخطى الطفولة كي يستبين لخير الأمور دواما رشد، ليحفظ نورا كتابا كريما، وخذ من العلم بعزم وجد، وما أن حفظت بشيء قليل، رقيت من السور فوق العدد، وقد قام الغلام من مهده صبورا لنيل المنى والرشد، وقد هب في عزمه جاهدا ليحيى عزيزا إذا ما اجتهد. وكذلك من مواقفه بيقول: مواقف من مشوار حياتي. يقول عن هذه المواقف شعرا: أقول لكم وما عندي تباعا، من الحدث الجليل إلى الصعاب،
أذكركم من الأحوال شيئا، وبالكلم المؤثر والعظات أصور ما أصور بالقوافي على شرف المعاني المفردات. أحدث عن زمان ما حواه ليسكو بالبنين وبالبنات، تجارب غالب الدنيا كثير ولم أروي الحقيقة من رواتي، ومرت بي مشاكل لا تعد وإن كانت بمختلف الجهات، ولكني صمت لها ثباتا ولم أجزع بقول الموبقات. هجرت الدار من زمن لعلي أنال من المعارف والثقات، وكنت إذا حللت بدار قوم يرون الخير من حسن الصفات، ونلت من المقاصد فيه سبلا بما أوتيت من خير اللغات. لتعجب يا بني من الحياة وما فيها من المتناقضات، حياة كلها تعب وماذا ينال المرء من تعب الحياة، هي الأيام تفعل ما تشاء على مضض وتدعو للثبات. رحم الله الشاعر الكبير الأستاذ عبد القادر حقوس الجبرتي. كذلك يسرني أن أقرأ من المجموعة الثانية، وهي كانت عن إفريقيا. المجموعة الثانية إفريقيات كلها. بيقول: الناس في إفريقيا كما يراهم الرجل الأبيض. يقول: الناس في أرضها حفاة ليس لهم من الدراية معقول وموزون، يا أمة جهلت في السعي من قدم، ومن قوي ضعيف النفس مرهون، والبيض لما أتوا قد كان في يدهم من الأناجيل والقرطاس مشحون، وفي المزارع والديان ملتمس، وللمقاصد إسراع وعمران، ومن دخيل طليق حر كيف يشاء، فأحجب لممتلك وهو جيعان، وللمواطن إبعاد وسخرية، وإن تكشف عن ضعف ونقصان، كأنما هذه الحياة ليس له من طيب عيش بما زاد بلا زاد وحرمان. ويقول في قصيدة أخرى كتب عن لومومبا وعن اللاجئين من أخواته، يعني من اللاجئين في العالم، وكتب إلى نيلسون مانديلا يقول له: يا مانديلا يا بطل جنوب إفريقيا، يا مانديلا يا رمز الكفاح، يا مانديلا يا رمز الإصرار، يا مانديلا يا رمز الحرية. ويقول عن حكام إفريقيا: الزمان يمضي والأحداث تتوالى، ولماذا يعيش المواطن في داره غريب، والكل مكبل بالخوف من كل اتجاه، لماذا كل ذلك؟ ويسرني كذلك أن أقرأ لما تأسس الاتحاد الإفريقي على خلفية منظمة الوحدة الإفريقية، وكتب الكلام ده القصيدة دي عام 2002 وتحديدا في 10 من شهر يوليو. يقول: أرأيت ما شادوا من العلياء، قهروا الصعاب بعزم بهمة ومضاء، قوم تميد الراسيات بعزمهم، وكذا يكون عزائم الزعماء، والجد في سبل المعالي رغبة فينا وفي أجدادنا الكرماء، نمضي ونبذل رفعة لبلادنا ولبذلنا فيه أجل سخاء، إلى أن يقول: المخلصين العالمين سرائرا، والراجحين على المدى بوفاء، والحافظين على العهود شمائلا، والطالعين بنخوة سمحاء، لن ننسكم في صبحنا ومسائنا، والعاملون لقصدنا أكفاء، يا رب هيئ سعدنا لبلادنا، قد تم عقد سعادة وهناء. كتبها في القاهرة. المجموعة الثالثة هي وطنيات. وفي الوطنيات يعني
قدم أشعارا جليلة يقول: أدركت كيف أحب الشعر من قدم، يفيض بالنفس فيض الأنس بالكلم، والشعر روض لمن يسعى لمكرمة، هو الذي للمعالي خير ملتزم، وكم تعلمت منه كل نادرة من الوفاء ولم أظلم ولم ألم، يوضح الفكر منه كل شاردة، كأنه من ضي الأقمار والنجم. يا شعر أنت لمن يهواك كنز هدى، تهدي الحيارى بنور العلم والقلم، فلا يقاس بفضل فضله أبدا، وظلوا للعلم صرحا ثابت الدعم، عشاقه بمزيد العلم يتحفهم رب الفضائل والقرطاس والقلم. إن الأولى سبقوا بالشعر، إن لهم يا غاية العلم والعلياء والشيم. كلام جميل يعني، وعنده خواطر عابرة. كتبت شعرا لا أبقى له ثمنا غير المحامد، لم يصفوا لإنشادي، والوجه يدفعني والناس ترمقني، ولم يرقوا لإحساسي وتنهيدي، والله حسبي ما لي غيره أبدا، من يرتجي الخلق لم يظفر بتأييدي، يا دهر حسبك ما لقيت من بشر، رحماك ربي فقد أعييت مجاهدي، وإن أساءوا فلا بدع ولا عجب، فكم أسيء إلى غر صناديد. وتحدث عن الرواد الوطنيون الأوائل: أضاءوا لشعب طريق قويم لنيل الحقوق بعزم وجد، وبثوا التآلف بين العباد بعزم أكيد على ما نود، ومن قولهم جدوا لا تيأسوا وردوا العنيد إذا ما عند، إلى أن يقول وهذا كبير دعا قومه ونادى بعزم لطول الأبد، وبين للناس حق الحياة صبور رسول الهدى والرشد، ويقول وعشت في هجر سنينا طوالا وخضت الجدال بنهج أشد، وإبراهيم رعى الله سلطاننا وما خيب الظن طول الأبد، إلى أن يقول وهذا عواتي رمز النضال وخاض الحروب سما ورشد، ومن قوله هب نحو العلا وما خاب شعب سعى واجتهد، إلى أن وصلنا لحل بدا وعاقبة الأمر حق يرد. لازلتم سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونحن نتحدث أيها المشاهد الكريم عن الشاعر الكبير الأستاذ عبد القادر حقوس محمد الجبرتي، أو نقدم شيئا من شعره. كان دائما يقدم رسائل إلى الشباب. في قصيدة إلى شباب البلاد قال: إليكم جميعا شباب البلاد، فهبوا وجدوا لنيل المراد، وخوضوا دواما لقهر الظلام بعزم وحزم وجهد فريد، وأقبل يوم بروح جديد، وكونوا رفاقا لهذا الوليد، ليذهب الماضي السحيق البعيد، ويقرع قرع العباب الطريد، أناديكم تباعا لتحموا الحمى بكل الأمان المجيد السعيد، فهيا وهيا إلى الملتقى بكل الوئام الرحاب المديد، وإلى أن يقول وما في الجوانح خاف عليكم لنيل الأمان القريب البعيد، وحاربوا الجهل والفقر الذي هد كيان الإنسان الشديد، حطموا اليأس وكونوا هداة الحيارى لذكرى سعيد. وتحدث في قصيدة يا وطني. أما في رثائه لأبي الشهداء عبد القادر كبير في ذكراه الخالدة يقول: عجب
ومن عجب الزمان بلاء، شمس النهار يحفها الغبراء. نزلت بحمال المكاره والأذى، وأخي المكارم والندى الفيحاء. حزن تجاوز نحوه الأبناء، والطالعين بعزمة سمحاء. فالموت في سبيل المعالي هين كهواية الإحجام في الجبناء. يا من يرد الظلم وهو عرمرم، ويرده دوما بحسن بلاء. يا أيها الأجيال هل تدرون ما قاس من الأعداء والرعناء؟ ما كل من زعم القيادة قائد، هل يستوي لمع السراب بماء؟ ما كل من زعم القيادة قائد، هل يستوي لمع السراب بماء؟ كم روعة للمجد حين غزرتها، كلا ولا عبثت بك الأهواء. قسما براحتك المليئة بالندى، وبطلعة لك إنها لبهاء. حاشاك ما لعبت لفعلك نشوة، وكذا يكون عزائم الزعماء. الحلم فيك سجية أحرزتها بزهو بها بعد الدهاة زكاة. سعدت بك الأيام سعد مجاهد، يحميه صرح جلالك استحياء. يا قبر كيف ضممت بحرا زاخرا، قهر الصعاب بعزمة ومضاء. جاوزت ربا لا يخيب، جاوزت ربا لا يخيب جواره، تعنو إلى جبروته العظماء. إن كان صدرك روضة مملوءة شرفا، فقبرك روضة غناء. ما زالت الرحمات تثرى فوقه، ما أحسنت برثائك الشعراء. إلى أن يقول لم ننسها في صبحنا ومسائنا، وكأنها رفعت إلى الجوزاء. رحم الله شاعرنا الكبير الأستاذ عبد القادر حقوس الجبرتي، ونحن نحيي ذكراه في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى في رحابه. والآن أنا أتقدم أقرأ شيئا من شعره. ذكر من ذكريات الاحتلال الإثيوبي وذكراه الأليم وما حدث في قرية عونة. كتب قصيدة معبرة جدا. هلا علمت ما جرى للناس من قهر لهم في صورة استعمار، ولما جرى في عونة ليس بهين، قتلى وجرحى في وضح النهار. تلك المجازر التي وقعت لهم من نكبة وفجيعة وضرار، عبثت بهم نار العدو وشتتوا في كل قطر للحدود عبور. ويتحدث عن وسام للشهيد والشهداء في ذكرى يوم الشهداء. سنة 93 مع إعلان نتائج الاستقلال كتب تأسيس دولة إريتريا الحديثة. كتبها يوم 23 في شهر مايو 1993 بعد إعلان نتائج الاستفتاء. بيقول: هي دولة نشأت بعزم شبابها، بالتضحيات الغاليات تصاحب، قوم كرام قدموا أرواحهم، كأس المنية من سناها أطربوا. يا من لهم بين القلوب مكانة، لا أنثني عنه ولا أتجنب. قلبي وعقلي في هواهم، مهجتي جعلت لهم بين الأحبة موكب. فاهنأ بدولتك العزيزة، إنها ظهرت لتبقى للبرية تنسب. وملانا أسماع الزمان بحقنا بين الأنام، وهذا منا يطلب. وغدونا بين العالمين مكانة، ستظل خالدة المطالب مأرب. قولوا لكل الحاسدين شواخصا، عم السرور وزال عنا الغيهب. إني أسوق من الحقائق نبذة ملموسة في الحرب حين أقرب. إن تسألوا عنا العدو يجيبكم، هجمات طلقتنا إليه ويهرب. كم قد أصبنا للعدو مواقعا، ما كان أبعدها إليه وينكب. يا أيها الجندي الذين تفرقوا، كالريح أو كالطير منا غيبوا. وهي قصيدة طويلة جدا، إلى أن يقول من أطول قصائد
يقول: يا أيها الملأ الذين تجمعوا للعلم بالعجب العجاب أعاتب، هبوا إلى العلم الحديث وتابعوا، بالجهد نعلو والمواهب أذرب، ولئن شغلتم دونه في لحظة لا تم يوما للحصول ومطلب، أنتم ملاذ الشعب بحرا زاخرا للنائبات وللمحامد، نندب أبدو التحدي للمصاعب يغضة، لكم الخلود بكل ما هو أخصب، يا راعي الله الشباب بلادنا ليفيض بالدرر النفيس ونكسب، أدعو إلى الله الكريم فإنه نعم المجيب لمن دعاه وأقرب. هذه أطول قصائد كما قرأتها في دواوين الكثيرة، وكتب تحت عنوان نشيد العلم. باقي لنا دقائق ونكمل هذه الحلقة. وكتب عن عيد إرتريا القومي، يقول: من العام إلى العام ذكرى تجدد، يا بلادي أبشري بعمر يمدد، وفي مثل هذا اليوم أشرق عيدنا، وقد هب عملاقا بعزم يشيد، ميلادك روع فيه الشمس تشرق، وكل نهار في ثراك يمجد، إلى أن يقول: أعيد إلى الأذهان ذكر انتصارنا، ولولاه يحيى ولواؤه عفوا يحيي الأنام ويرشد. وكتب عن يوم التحرير والانتصار وفي عيد الاستقلال، وكتب أيضا: إني أرى وطني روحا يعيش في بدني. كان كثير الإنتاج، وكما قال لي أنه أيام وجوده بالمملكة العربية السعودية لم يجد الوقت الكافي، لكنه تفرغ للتأليف والكتابة بعد أن قدم استقالته وعاد إلى جمهورية مصر العربية واستقر بها هناك، كتب وألف الكثير. أنا سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أولا نتحدث عما ورد في اللقاء معه وحديثه قبل وفاته بأيام رحمة الله عليه في الجزء الأول، ثم في الجزء الثاني من البرنامج نأتي ونقرأ من شعره، وعنده أشعار جميلة وأشعار معبرة. ألا رحم الله شاعرنا المربي الجليل الأستاذ عبد القادر حقوس الجبرتي رحمة واسعة بقدر ما قدم وعلم وربى وهذب، وكذلك يعني أطرب الأسماع بشعره الملتزم. حتى في قضية الشعر يقول هو الشعر كرسالة ولم يمارسه الأدب للأدب. ما رأيكم أعزائي المشاهدين؟ أنا أتوقف هنا على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، في الحلقة رقم 38، وستكون مواصلة لهذه الحلقة. في الختام أحمد الله سبحانه وتعالى أولا على أن هيأ لنا هذا المقام لنتحدث عن شخص كريم ومرب عزيز فاضل محترم رحمه الله رحمة واسعة، كذلك أن هيأ لنا عبركم أن نقدم ما يمكن تقديمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. نحن على الاجتهاد وأنتم على المتابعة والملاحظة والتعليق. اكتبوا إلينا كما كتب إلينا الفاضل العزيز الذي تحدث في الحلقة قبل هذه، ونحن أمانة قرأنا له ما ورد. وكانت الحلقة هي إهداء لشيخنا الشيخ برهان سعيد، وأنا أشكره، وبكم قدرنا على الأقل برضو نستمع إلى ملاحظات المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحمد شريف يحييكم مرة أخرى على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة عفوا. تحياتي والزملاء في الإدارة والمخرجين والفنيين وفريق العمل الذي يسعى جاهدا لإخراج هذه الحلقة بالشكل الذي يليق بمقاماتكم ومكاناتكم السامية. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب فقهنا في أمور ديننا، وحبب إلينا هذه اللغة وزينها في قلوبنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.